لو انت في ناسا حقيقي، ليه بلدك مصر كجامعه وكجيش ما استفادش منك؟ لا دي حكايه طويله لازم احكيها لك بقى. قول لنا بقى ايه موضوع ناسا ده؟ انا اخر حاجه كان ممكن اتخيلها ان انا اترفض من الجيش هو يكون السبب ان انا غير لائق ذهني ونفسي. غير لائق نفسي ذهني ونفسي. بالظبط. يعني الجيش يعتبرك لا مؤاخذه مجنون يعني. بالظبط. بركه. المهم ان انا كان في كنت مقدم ساعتها، كنت وانا متخرج من الجامعه وجاه وقت في التجنيد، وكنت مقدم على تاجيل التجنيد بتاع 6 شهور للسفر لفرنسا للحصول على الماجستير هناك، واترفض الطلب ده. ولما دخلت في الكشف الطبي بعد اكتر من كشف وطلعت في اللجنه العليا، اتضح اني غير لائق ذهني ونفسي. يا سلام، يعني انت قدمت طلب ان انت تروح مهمه علميه 6 شهور واترفضت، لكن بعد كده مضيعوا عليك المنحه وراحت المنحه. الراجل ده هوت بامكانياته دي كلها جه امريكا غلط. اوكي، وبعدين انت دخلت الجيش واترفضت عشان انت غير لائق ذهني ونفسي. ليه؟ عشان ايه؟ ساعتها لما انا لسه فاكر اليوم ده، لما دخلنا كنا في اللجنه العليا، في اللجنه الطبيه حتى من الاول. عشان بيتهته. فاكرين احنا كان عندنا برضه شخصيه عندنا كنا بنتريق عليه لما كان بيتهته. احنا ناس ذوق 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 الحقيقه. يعني قلت بدل ما اقول كل الضابط يقعد اساله وارد عليه كلمه كلمه، فكتبت له كل معلومات. ليه؟ عشان انت بتهت شويه. عشان بتهت، فقلت وكان هو عصبي وكان يعني الكلام مش حلو مع اللي قبلي، فقلت انا هكتب له كل حاجه واديها له. وفعلا كتبت له كل المعلومات واديتها له. فانا بشتغل في قسم الفلك والارصاد الجويه. فسالني انت ايه الفلك والارصاد الجويه ده؟ قلت له بندرس السحب والكواكب والنجوم. قال لي يعني بتمشي على السحاب، انت مش عارف تنطق اسمك ولا ايه؟ فبس قعد بيكتب حاجات كتير، واللي حاول لجنه نفسيه عليا، واللجنه النفسيه العليا طلعت لي غير لائق نفسي وذهني. يا ولاد الذين.